السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة المهندس للصيانة. النهاردة إن شاء الله هنشرح إزاي نركب حنفية أخرى على الفلتر الخمس مراحل. يعني لو أنت عندك فلتر خمس مراحل وعايز تركب له حنفية تانية، بدل ما تكلف نفسك وتشتري نفس الفلتر أو فلتر تاني، لا، تستفاد بالفلتر اللي عندك وتركب له حنفية تانية بس. أو لو والد حضرتك مثلا في الدور الأرضي والفلتر ده عندك فوق، وبدل ما كل شوية يتعب ويطلع وينزل ويعني يكلف نفسه، لا، احنا عندنا بادوات بسيطه هنقدر ان احنا نركب حنفيه تانية ونستفاد بالفلتر بتاعنا. ده اللي ان شاء الله هنتعلمه في الفيديو ده، فتوكلنا على الله. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيكون معانا فلتر خمس مراحل بالشكل ده او باي نوع تاني، يكون من شمعة أولى، شمعة تانية، شمعة تالتة، شمعة رابعة، شمعة خمسة، والحنفية الأساسية اللي بتكون موجودة في الفلتر. طبعا احنا معانا هنا حنفية تانية بنجيب من عند أي حد بتاع فلاتر أو أدوات صحية، حنفية فلتر. تمام. وطبعا بنجيب على حسب عدد الأمتار اللي ما بين الشقة اللي فوق ومكان اللي هيركب فيه الحنفية خرطوم فلتر. ده اسمه خرطوم فلتر. يعني مثلا لو احنا في الدور الثاني هنجيب مثلا حوالي 7 متر للخرطوم فلتر. وبنجيب معانا كمان وصله ثلاثي ايزي في ايزي في ايزي، ده اسمها وصله ثلاثي ايزي في ايزي في ايزي. وبنجيب معانا كمان محبس مستقيم برضو ايزي في ايزي. يبقى الادوات اللي احنا بنستخدمها هو محبس مستقيم ايزي في ايزي، ووصله ثلاثي ايزي في ايزي، والخرطوم على حسب عدد الامتار، ده اسمه خرطوم فلتر، وحنفيه فلتر. هم دول الادوات اللي بنستخدمهم في تركيب الحنفيه الاخرى. طبعا اول حاجه احنا بنقفل مصدر الدخول اللي بيكون رايح للفلتر، ونبدا ان احنا نصفي الميه اللي موجود معانا في الفلتر. نركز قوي في الحته دي، ونيجي هنا على اخر شمعه اللي بيكون متركب منها الخرطوم اللي بيكون رايح للحنفيه، هنجيب ببنسه او بسكينه كده ونقطع الخرطوم اللي بيكون رايح للحنفيه، ونبدا ان احنا نركب المحبس المستقيم الايزي، ناحيه في الفلتر والناحيه الثانيه في الحنفيه. تمام. وهنيجي نجيب الخرطوم بتاعنا نركبه في الكوع بتاعنا. يبقى احنا كده قطعنا الخرطوم اللي بيكون رايح لحنفيه اللي هي الرئيسيه، هنركب فيها الكوع الايزي. يتفضل لنا هنا مخرج هنركب فيه الخرطوم اللي بيكون رايح للحنفيه الثانيه. وهنبدا طبعا نمشي الخرطوم ده، سواء الخرطوم ده مثلا ده نازل من المطبخ اللي فوق للمطبخ اللي تحت، او احنا بنركب حنفيه جنب حنفيه ثانيه، او من مكان لمكان ثاني، على حسب يعني عدليه المكان اللي بيتركب فيه الفلتر. بس في الغالب لو هيتركب مثلا في شقه من شقه لشقه ثانيه، الفلتر بيكون في المطبخ، فبالتالي انت هتنزل من المنور او هتنزل من اقرب مكان للمكان اللي هيركب فيه الحنفيه الثانيه. هنيجي بعد ما ركبنا الخرطوم بتاعنا، احنا كده خلاص هنعتبر نفسنا ان احنا وصلنا للمكان الثاني اللي هنركب فيه الحنفيه الاخرى. بالظبط كده. هنيجي قبل ما نركب الحنفيه هنقطع حوالي 20 سم وهنركب فيها المحبس المستقيم ده. طب احنا ليه ما ركبناش الخرطوم ده على الحنفيه مباشره؟ علشان خاطر ان احنا لو هنسيب الشقه او في صيانه في الحنفيه الجديده بعد عمر طويل فيها مشكله وحابين نغيرها، ما نقفلش الميه عن الفلتر الاولاني، لا، احنا هنقفل بس من المحبس ده. بعد ما ركبنا محبس المستقيم ذو الأهمية جدا، هنجيب حامل حنفية أو بريكت. وإحنا بنجيب الحنفية دي هنجيب معاها بريكت أو حامل حنفية، ده طبعا اللي بيتثبت في الحيطة علشان يتثبت عليه الحنفية. طبعا بثلاث تخرام هنا، بنجيب بفشر 6 ومسامير سن صاج، نبدأ إن إحنا نثبت البريكت ده على الحيطة. بعد ما ثبتنا البريكت ده على الحيطة، نبدأ إن إحنا نركب الحنفية بتاعتنا. ده شكل الحنفية. أول حاجة إحنا بنركب الحديدة دي، بعد كده الجوان ده، طبعا بنركب البريكت ده
كده كده البريكت ده بيكون متثبت على الحيطه. نبدا ان احنا نركب البريكت ده، وبعد كده بنركب الجوان ده، وبعد كده بنركب الجوان الكبير، ونركب الصامولة اللي بتقفل على الجوان. بعد ما ركبنا الحنفية بتاعتنا تاني كده بنركب الحنفية، بعد كده الحديدة اللي بتكون تحت الحنفية، بعد كده في بيكون جوان تحت الحديد دي، بعد كده نركبها على البريكت أو الحامل، وبيكون في 2 جوان هنا بنركبهم، وبنركب الصامولة اللي بتقفل على الجوان من تحت. بعد كده هنجيب الخرطوم المفروض يروح على الحنفية، نركب فيه الوردة دي، ونيجي هنا نركب، تكون في حتة بلاستيكة صغيرة كده نبدأ إن احنا نركبها، وبرضو حتة بلاستيكة شبه القمع كده ممكن نركبها أو ما نركبهاش عادي، ونبدأ إن احنا نركب من تحت كده الصامولة بكل سهولة وبكل يسر. كده الشكل النهائي لتركيب حنفية أخرى. نقول تاني مع بعض كده بكل سهولة وبكل يسر. أول حاجة احنا بنعملها بنقفل مصدر الدخول بتاع المية، وبعد كده نيجي على الحنفية اللي خارجة من الشمعة الأخيرة للحنفية الأساسية، نبدأ إن احنا نقص الخرطوم ده، نركب فيه الكوع أو الثلاثي اللي هو ايزي في ايزي في ايزي، نركب فيه الخرطوم ده والخرطوم اللي بيكون رايح للفلتر، ونبدأ إن احنا نركب الخرطوم اللي هو رايح للحنفية الجديدة، طبعا على حسب عدد الأمتار. وقبل ما نركبه الحنفية نركب قبلها هنا كده محبس مستقيم او محبس ايزي في ايزي، وده بسبب علشان خاطر لو قلنا ان في صيانه هنا او ان احنا هنقفل الشقه وهنغادر، نقفل محبس المستقيم ده عشان خاطر ما يحصليش تسريب، او علشان خاطر ما يكونش فيه ادنى مشكله ونكونوا ماشيين مطمنين. نبدا ان احنا نعلق البريكت ده او نعلق الحامل ده على الحيطه ب3 مسامير سن ساق 3 سم، وبعد كده هنبدا ان احنا نركب الحنفيه، وبعد كده نركب الحديده دي تحتها بيكون في جوان، وبعد كده بيكون في 2 جوان، جوان صغير وجوان كبير، ونبدا ان احنا نقفل عليه بالصاموله دي. وبعد كده بنجيب الخرطوم اللي بيروح الحنفيه، نحط اول حاجه الصاموله دي وبتكون في الورده، وبعد كده القمع اللي احنا ركبناه، واحنا زي ما قلنا ممكن نركبه او ما نركبهوش، ونقرط كويس جدا بالبنسه او بايدينا، لو لقينا تسريب ممكن نقرط بالبنسه كده علشان خاطر ما يحصليش تسريب ميه. ونبدا ان احنا نفتح مصدر الميه اللي داخل للفلتر. هنا كده خرج لي ميه من الحنفيه الاساسيه بتاعتي. طب انا كده قافل المحبس المستقيم اللي بيكون رايح للحنفيه الجديده. نبدا ان احنا نفتحه، طبعا عشان الميه ضعيفه شويه. خلاص هو كده خرج معايا ميه من الحنفيه ديت وميه من الحنفيه الرئيسيه. يبقى كده ده الشكل النهائي لتركيب حنفيه اخرى للفلتر ال5 مراحل. يبقى انا لو عندي فلتر 5 مراحل انا ممكن استفاد بيه، بدل ما اشتري واحد جديد او اشتري واحد تاني، لا انا هخليه في الشقه، ويستحسن كمان ان هو يكون في الدور اللي فوق. يعني انا ممكن اركب الفلتر ده بدل ما اركبه في الدور الارضي، لا اركبه في الدور اللي فوق علشان خاطر ضغط الميه بيكون لاسفل افضل. فانا ممكن اركب الفلتر ده في الدور الثاني، وبدل ما حد يكون مثلا في الدور الاولاني طالع نازل يملى ميه، لا خلاص الفلتر ده في الدور الثاني، واركب عليه الحنفيه الجديده. مش هنعوز الا غير محبس مستقيم وحنفيه وحامل حنفيه او بريكت وكوع هنا ثلاثي والخرطيم على حسب عدد الامتار. ومثلا اللي هو في الدور الثاني هنعوز حوالي 7 متر. في نقطة بس بسيطة، أهم حاجة إن الخرطوم ده لما نيجي نركبه
يا ريت بكليبسات كده عشان خاطر يكون شكله كويس، نتاكد ان هو مش جنب بوتاجاز او مش جنب اي حاجه مشتعله علشان خاطر ما يحصلوش ادنى مشكله. لا، احنا نحاول ان احنا نخليه في مكان يكون سيفتي شويه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى ينال اعجابكم، وما تنسوناش انكم تدعمونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.